كبران تخططلت مدبنا كما يوعلكم كما يحذركم مساهم الراديو دمس حرنا تهجرا ودات كاب هاجرش ودان إزي الراديو دمس حرنا تهجرا ودات كاب هاجرش ودان إيو كبران تخططلت مدبنا باري لومي علت عصرتو وتشعت نحاسيك لتشعن عصر شوعتين عام تمرد فرنجي ساعة حادة حرقتري مدبنا انه بخلت يوم علوان كانقاتاتنا قدام نسدو انه نجمر كبران تخططلت مدبنا مباري مسنا يلوم مدباتنا نمن الله يتأكل قدامايكم تلموت السمنا وزينا خلونا كلايكا كم تأبز حلف قدام زحبرناكم تاريخاوي سفيح بعد إرترا وصيتو حبيرنا لوم معلتها قال أبومبر سلفي ديمقراطيس بإرترا تكتلاي من قصة اسمرهم كان اسمعكم هنا بمغزال كبران تخططلت مدبنا مباري كم تلموت زلكم رئيتو حبريتا سلامتا كل جزية حنقو فايلنا نقبلو قد تاخرخبنا مستديو انا استديونا قطر سلكي 031 عسران شديشتن 19 كاب هاجرش ودن كوزاي مزخون كا 004 شديشتن 31 عسران شديشتن تسعلكم مرحبا نبلكم زيادة كل مدباتنا مس شرشناها اب يوتيوب غير قريصنا اب حرنت اورغ ويكا دمص حرنت ديميل اتهم كسمعنا تقولوا زلكم ريتون افتنا هنا الكترونيكاو غزا اتهم كتراخونا زلكم ريتوها مرحبا نبلو كبران تخططلت مدبنا مباري دحر قرب دقائق أبر إسزينا خنقاتنا نايلوم مدب أقربتنا دالوتن صحيح غلطان بايرة قورودن بقانكو أتبرنيا محمود اسماعيل كا بقانكو عرب كنغربو لكم ناس سنة مكتتال استدينا على عصرته وتشعتين حسي كلتا شحن عصر شعتين عم تمرد فرنجي
بتصحفت دك أنستيو سلفي ديمقراطية بإرترا فستيفال كلتش عن 17 فرانكفورت معروض مرئيت أكايدن روما إيطاليا هو سدتنياتات مدحان بمستير زغور كوي سرح يلن كبل أبا مسيزر أي معكنا زينا على محبيرهم سبين حجون انتقنا مال اسبانيا قبر شبرا عبي بزحات قدعات كم تتفصمه برشلونة تفليتو سودان منجست إثيوبيان منجست سودانن عبي زخونة دلدل زمدنا كجبرا خلت مراحتي أفكارتم تراخيبهم أوغندا ناي حورات منجستات UNHCR ناي سدتنياتات بتصحفت كابدو السودان أوغندا زاتو 1 مليون سدتنيا هم دوصفوا حبيرهم مكتل مراحينا الشباب ناب منجس صومال يدهيبو إيطاليا أما كلاي بحرين مدحان سدتنيا خنات فاتس أنحا سلسة تكالات ناي قبرسناي سرحن دو كم زبلات فليتو ناي موداتا زينانا بخالو وغن بمعراب وغن أفريقيا خمان ناب سبين كأتو لسلسة مئتي هيوت كم زدحانو تفليتو زينا بزرزر بتصحفت دك أنستيو سلفي ديمقراطية بإرترا أب هاجر جرمن كلتشن 17 فستيفال معروض زوانة مرئيت أكايدن مرئيت أبتي أقدس زوانة عبي شرحو نحرنتي بعلي بزبل مرئيت قالسي دك أنستيو زجلس قال بمكتل حلافي بتصحفت دك أنستيو زوبا أوروبا ويزور ألغاني الشيخ قريبو إزي أبت فستيفال قريبو زنبري بوسترات بحلاوي ناوت غزان زبلكت مرئيت نت فستيفال صحابي كابز غورغوزو معرفوون حدا نيرو إزي طرح زي كونه نايت عجزت تقولح تعاون بطعمي سحيبو وعدو إتي بوسترات كام مندق نابت مئتو أدراج تلطيفو كريون كلها اتمندق بفولي حبرن جرمان زهبو زوق أبن ناي حلوف تذكرتات قالسي قال أنستيتي كاب تجمر كساب حجي نبري أبت بوسترات تصادفو دك أنستيو أب قالس زغلس أب قلنا حواتن كوينن برد عتيقن تواقي انزو واقعا من انتزا هاجر بجاز حالفا دك أنستيو أسمات كلن أقاخت كسنتر تاب صورات تسلفتن لمجمر تسوئتن سم سئلن نيرو أبرز زي دك أنستي إرترا بسنك ملاخ سرعات ناسنتن حرنتن زقالسا كنسن
حرنتن أبكن زجوان أصفا أبحمق من نورو زباليا زلوان أبسدس زجوان فن مكران شجرن ونزجلت لاو مريت نيرو ذخلاي أوران زحزن حتى أدي 4 سوقات دقة زنابيا سينا أب كثري صحي أب كودنا مستدربي أمناي كرمت ماي زعقل زي بلن تقرمي أنزع زنبرا أب فستيفال زنبران بزحزن أستنتنو كزرزروه كله يحنقنقنو نيرو إذن أدى 4 سوقات بيت ملاخ سرعات سلزي تنابيا حدا ترى إرتراول كسب نتحمق من نابرو ريو مس دنجزه كاب بحتى وهابتو أب علته موتن كسب علته موتن زقمات أولو جزات الداليو ناي معلتاو من نابرو وصاي بزملكت وصاي حالات من تكوسد قال مخانو حدا تاريخاوي تريو نيرو أبرز زون حكمنا أن كدانا بزملكت وصاي كشفن كم مخان توسينو إذا خا تسرعت حفر كيبله أبتنا أنكم مسقطنا التلفزيون هناك الحوار إذا بسنكي رهراهي زي بلوش كان سرعات سجن زجات أمان أدي وزحات إرتراويان كم أم شجر كم زلوا سحبر ترح زي كونه نتن دكان زوفيا أديتات كل حمبال زحان جدا سرعات ببدعي كزارب إن كله زبق قال نسود ما أمو صباح دينا بقي إحنا حرضكم قبل كاب زبل سرعي رتعي زلون حزبنا نعقتن كم زبرخ يقلص قن إتي بوسترات بصبوق أبزت نصف صداقات تزرق بزنورنا وتجزا سفيتات كداونتي كله أب إرترا زي تولد من سيات إيدة باباو بقعت أديتاتهم زحبر زلالن إيونيرو أبو تزرقيو كابز نبرنا وتيسف إيستتا مصوب صحلي مبلع قرسي محفوظة وزت أديتها كاب قدم كساب حجز كمال زلوا ناوت نمر أيون زمست راح زي كونه أسمات ون كيتف زعك بيو نيرو كل النزيز الدالوا دك أنستيو أسمات ببحد مزرزار وكازد اللي أنت نقول كلن أبلاس سلفي ديمقراطيس بإرترا أب كبز ولا مقص يقبل بزت راح كيتوسنين فستيفال زدل مقبي أم دلاو زنبرا كم أبنت ويزورا حرقو برهي كالوت زحبن سرحات فتسيمن إيه بتوسعي نايز حلفة تاريخ مستي تنقص أساس إلي حدا بحدا إنها تقلتي نابلوز قربة ويزورا قرقش نقاش ندك أنستيو قديئنن قرمأنن كما يكم زنبرا أتصبو غيرا قليس عطو هي وسدتنياتات مدحان بمستير زغوركو سرح يلن كبلو أبامو سيدر أين معكنات زينا عالم حبيرهم أما معكنات زينا خلال خمس غني نوفي أبامو سيدر أي مدحان هيوت أشحات سدتنياتات أما كلاي بحري زتحبابورو وزنبورو سناي تقوارات إنه إيد ناي ملاخ سرعات هبدف زفطورو ممخانو بأهبراوي قداي دقفتها سوسات ناي ملاخ سرعات هقدر حنخن كيبلو أبدمس أمريكان كالوت مرة خبو زحات ناي فيسبوكن إزي جنايس إزي زقشي ندقنا كاب عدوم كبارورهم نعمصنا بلين من سيات هيوت زتفق زلي كبلو مخصاصهم عالم بتعمي يسحق الله من سيات هيوت نابران ألبو سينهم كف أبا موسى زر أي إيد اللهم بزبل بالهم عالم إسحاق كله أبا موسى خا أبي بيسي دمس أمريكا حيال معكنا زينا أنا نمدحان هو سددنا مستير بالليل زلوا شبتخ عايم سائلهم مبرهيبهم تي وديت ناي هقدفن من قصة طاليان ستة طاليان جن صباح نجو خشح كم خانو وزحات بحق زفولتنا تقداي وزحات سدتنياتات بأبا زر أي زدحانو خا حبي سندا ومسكر على سبين أب إسبانيا قبل شبرا حجون ترخيبو تمالي أب كتما بارشلونة حدا جبار كي بمكينة مسلماو سبات بمردات كسابلومي 10 سلسته هوتهم كتقفون كله لعلميت زغون خاقوسيلهم كم زلوا تفلهم كابتوم جبرتي سناي كابتوم جبرت كي كا 4 تقتلهم 4 خاطة حيزهم كم زلوا بوليس ناي هاجر سبين حبيلهم نزو قداي فتصامغا حلوف إسلاماو بيجلي كم زفتصامو اتزينا دقيمو حبيرو سودان
مراحت منجستي إثيوبيا سودان أقدموا 5 ختمات ستاو دباون حبر الربحات زتذكر سماعات زيادة من دلدال عالم ركب ككايدو صنيهم زتبقزو 5 وسدز قال زلوك قدماي ميستر إثيوبيا أتهاي لمريم دسنة ناي 3 معلتات وقعوا مسحن فصام تمالي زحلف سولوس 15 حسين أفكارتم دحري من رؤيو تقدماي مينستر أبزي ناي تبصحي ستاو دبات بحبار كسرح زبل سمع السودان إثيوبيا أبز صحاحب زلو كفال دب الفاكاش أب واناو قداس دبا نايل هلو زمدنا قبصن سودان كم ودما أب هجرات عرب تفتيرو زلو من السحابات أب زوبال قرن أفريقيا زلو صلواتات بزملكت بريزيدنت البشير المسكالوت لعوس سلطان تهاجرن كزاراربو تزاراريبهم كم زلو بفنوا حبريتا يملكت مرح منجست إثيوبيا أتاهي لمريم دسنة تمالي إلى 10 شمونتن حسيك بتشحن 10 شوعتن نهاجرو 5 ملسخ آل فلت ببقداين مسجبت السحابة زلوا إثيوبيان سودانن أنصار جبسي حبراو مرقس كحزان زعلمي حبراو وتهدروا حيلقوا قما زحلف أوان ونسم مع ختامو حجون زيارة دقيمهم كم زراقة قدسكو خاء فلت عندنا سدتنياتاتنا بدبوب السودان أب أوغندا تعاقبهم زلوا 1 مليون كم توصلوا نا حبرات منقستاتنا UNHCR وهب قال حبيو اتيابو قحد حد تساقين تحمسن زل هاجر دو السودان تنكي نايز خلو وقحد حد نقولت هاجر أوغندا زاتو سدتنياتات 1 مليون كم توصلوا تحبيو بس مغنيات زي اتي مديبو زلو حاجز ناي حبرات منقستات أخل كم زي كونه كلن هاجرات كتحوارا خاني بحدش أجباب بيت صحفة من حدار سدتنيا UNHCR نعلم تصور 5 لها تفليد مقتل مراحي الشباب زنبرة إدو ناب منقست صومال هيبو مقتل مراحي الشباب زنبرة أبو منصور مختار ربو ناي سراويت فدرالاو منقست صومال إدو كم زهابت فليتو مختار ربو أب كلتشحن 10 سنة نعتحجو مستي أرميو بجلة 10 كم زتحبابر زفلت بأحمد قوداني زمرح بجلة الشباب كسحاب كم سنحي زفلت كوينو مستو بجلة كوينات حد حد كم زكاية خاء يفلت مختار ربو لحدثي أما كلاي صومال ناي سراويت منقستي إدو مهابو بوني هليكوبترات ناي كتما مقعدشو 5 دقائق حبيب يكون مبر مسأبلات وتهدرا وسليا منقست صومال ركب كم صنحو ناي منقستي نام منقست قصل مخان منقدي زمزت أب حملو 5 نبرخ أي زرق إتقال سباب بدرجة من مريحنت أب كلاي صفحي نبر صومالاوي أب سالساي نايت منقستي صومال إيدو زهوبو مخنيات إتوجيل إسلام ومتكلا زي حلو بمخانو تمالي علت 15 هاسي أب كتما مقعد الشو أب زكادو غازيت أو مجلس خاء أبريوه إتي كاب كلتشحن حدا ناتحيزو شبراوي نطفتات توافيرو تسأنحي مراحيك وجل الشباب نزي تحز ويكا نزي تتحز وي زي تقتل خونه وجل وي ولك أسد 5 مليون دولار كتب مخانا أمريكا أو جاء من برخ أي فلت لحرم دمساس إسلاماوي مقواعتات أب كلتشحن 10 شدشتن شباب أبست مسرطلو زوان زي لعلواي مراحي إيديو نام من قستخب إزي ناي مجمرتا مخانو مختار ربو فلامي إيو أب أفغانستان مس طالبان زنبرو ود 44 عامات مختار ربو مقتل أزاز ناي منقستي بمنقستي إرترا زدقف زنبرو أبكل تشحن شديشن بإثيوبيا زتدمسسن إسلام ومقاعد من باروخاء يذكر أما كلاي بحري نمدحان سدتنيا خصاتفات صنحا 3 تكالات قبر سناي سرحن أقواريزة بعد 15 نحس 5 حبري أبقم بحر ليبيا تبقصو سدتنياتات ما كلاي بحري ناي مدحان سرحيتات ككايدات صنحا 3 تكالات قبر سناي نتفتاتن كم زقارات حبيرن الفرنساويان زتمسرت حقايم بزيدوب أب جرمن زمدبرو عيني بحري كم ودما دحنت قلعتن زتباهل زي من قصاو تكالات أما كلاي بحر سدتنيات ناي مدحان نتفتات زقارات كل مغنيات حلوا قم بحر ليبيا نايتين الساتن زنتفالو كل ماي كين نبتن ساتن زنك أسألو كل ماي كين كأسا مخل كالو إيه حلوا قم بحر ليبيا مهي إيطاليا بمتحبار وحسس الدنيا المقداء كسرح
دلو كم زلوا دحري مقلاتو كساب سدتنياتات نمدحان زوافرا مراخب تكالاتن قبر سناين زنقاس أصل كبايتات سرعيتات ككايد كا جميرو نيرو إتن تكالات قبر سناي بب ونقنن أبزهو أوزلوا مقلزات أو حالوا قم بحر ليبيا كورد كابس المدكعتات نبزقا يوتنا يمدحان سرعيتاتن دو كم زبلا خا تغيسن حالوا قم بحر ليبيا حالفا صمون تحتي سدتنياتات نحن سدتنياتات عب مدحان زتوافرت مركب حيلي إسبانيا نايمت أنكرتها تخصي كم زخفت اللخاء يقلس بواحد سدتنيات تمارا لزلها قري إيطاليا أم مكتاع سدتنيات وافير زلو حلوة قم بحر ليبيان محقاس مراخبة حيل بحري كساب ترابلس تنكاس أسا وسينا خمز اللخاء غديما فيتا نيرا نايم ودأتها زينا بخالو وجن بمعراب وجن أفريقيا ون أبز سالستزت راح لعلي سلستمي سدتنياتات بحيل بحرنا إسبانيا هيوتهم كم استحانوا تفليتو تزجرم أبزي أبزهم سلستميتي مبزحتهم حساناتن تحت عدمن تروساتن كم خنا كافتنا بكغابو يزلوا بعل كاميرو كبران تخاطرت مدمنا مباري نايلوم زينانا أبزي زازمنا لا خبز غسل مستوتل زي ما نقد فوقو بعد الربخان
تخطتلت مدبنا مباري اتي نفسهر الأمين عبد اللطيف كافتن ملو حزبي تنكافت زخونة درفو أسمعناكم كابز غسيلنا خمتي أمتو زبرناكم قال أبومبر سلفي ديمقراسي حزبي إرترا خنبولكمنا قدمي يقول حدا عاد قداس بسرات كنبوكم مسرتات ناي سلفي ديمقراسي حزبي إرتران جنبار هاجراو دحنة إرتران نبل 56 سنة عمت مجمار برتاو تقادلو حزب إرترا بحبار المتصنبال مجلس قدمتات موسيقى الدالين سلازلوا نمعس زبل بحث مسكرم كلتشن عصر شوعاتن ساعات شوعاتي أف هاجر الجرمن فرانكفورت إيو أونتاوي بسرات قالوا بومبر سلفي ديمقراسي حزب إرترا فستيفال إرترا تشحن عصر شوعة كبرات وكالتي بوليتيكان سيفيكان محبرة إرترا بحبار كبرات عندما تغايشنا أقدمي بسم مرحنات مسارات سلفي ديمقراسي حزب إرترا نعدمنا أخبركم أبناء تشحن عصر شوعة فستيفال إرترا فرانكفورت كتكافلوا بمساهم أغايشنا كبز بلا مقوسي قلصلكم فتو كسيلة ناسانا دايت فستيفال إرترا وديمقراسياوي محبر كان زعم السنة فستيفال إنقاذ قبر وصعر زرلن أدنقات المقوسي قلصلكم كبري سمعني كبرت ما يحبو نايلون فستيفال أبزكادر زرل أوان حزب إرترا بسئنت ماي مدنو براتي فتحي سباو مسلن سلامن أبز الساقيرلون ماليا زي بلوم مدسياتنا نسدد أبزم رحلو من كل كمالاق سياس أفورتي أب كل مدى ناهي وزيقاتات أبز خرري مريتن كلاياتن سمايات إرترا معندر نايتن بسعود عرب زمرح سراوت الفنتي أنصار يمن أبز غنالون بسنككوكوي بوليستاتنس سرعات السياسة في حملات إرترا أبتحتي قوات أمانجس إثيوبيان أبزر كوالو أمانجو إرتران إثيوبيان كومون أمانجو إرتران جبوتن نايوق دني أبزر زميرون بخالي شنقاء دنبت قوامات تقاومتي حالتات إرترا ما زنت فيو عنيني أبزر بلولون ناي مبتتان مفنيشان ترغباتات أبزع مبالو هالوات إنا نركب زلنا ذكرتي ترغباتات تتداميرو لإرترا ناب فشلتي بريتا ناب فشلتي هاجر مقانا زمن رح ملكتها سلازقانه كله حزبون هاجرن زحسب إرترا وزيجا حزبون هاجرن كبر ست مدحان قاريس وكبقصلهم زلوا لا أفركبوا حلوات مقانو خجنزبي قبا لومي معلتي تنورنا زلوا حرفنا تكوننا أنت زي ترخبنا صباح التاريخ تنحتات قسم مقانا كرداون يبا كابزن بالقاس أبز حالفة تمكرتات مقام صلالات تقامت حالتات كم كندي ودلت ويحصرات كوينهم نقدميت نخين بقعز حليهم حزمنا نصنحهم كفاتات قدامنا كنسرع زي ما قالنا أفايدة زي بلونا هلهن على تاولا وددر من فسن تسميدنا بس نحنا مقارب ما كلاي بايتو سلفي ديمقراسي حزب إرترا جمجيم سلازي سلفي ديمقراسي حزب إرترا نظام صعبو 4 نقطات وعلامات لعل كلهم قالوا قدام لسريعنا بحبار كنسرح لهم كم زلنا يأمن نساتهم قداماي معقاب العلاو قزات هجي إرترا كالاي موداقتي ترى وسرعات هجدفن ملقاش شبقنا ومحاوراتون سالساي حروت كسرعات هجدف أبز حسن فاو سرعات السرطو حزباو ديمقراسيا وسرعات مقام رابعاي بقزات حقن ديمقراسيا ومسارات الملاح عنها حزبي إرتران مؤمن إيوم أبزم علامات الزياتهم استسرطو كلهم تقامتو الدبات ساتوبلو حدري حبار صلال مقام ناي زلنا ومدرك قوانا وعمام إيو نبي إذا صلال زدما أبتحدي زواسا بوكلنا زي كونس بقلة بقعة ناي زمزلو عمام زمرزو كوميتات مالات دبلوماسيا وكوميتي زينا وكوميتي ناي حزبا وعيو كوميتين هلوه إذا تبقسو زي ناي مجمريا ناي موداتان زي كونس بلزب أمامك كزكون كتوم أكارات كو سخون كو قدلون كم زغلون ردو يهون إتزو السخي يكون زقود الجن
كلنا نسمع معلوم نايس بحثي كورس نايلو معمامات كون الله أغلبنا زلنا أمامه حوارا وعية قامت ودبات إيرترا تماثلت مدبعية زلوهم ودبات كانت ريتا كتصنابورو زعنكو ويدما زخلكن أيكونن متكاتا نايتي زلو صلالات غيركا كوسدون أيقبال كابز بسلفنا تعميم زلو زحاشة تبقسون تدا قريبنا دما العقو تقبلنا كنسرح دروات من لاونا كان رغاو صالكم نفات كوراتن كورانن إيرترا واحد ستنيها طب عالم أبساساي درجة أب أفريقيا أب قداماي درجة تسريعات ركب كان تنكناي سدت زقا ديكتاتور وسرعة بوليستاتوني أجرت حبرة أوروبا واحد ستنيها المقدار بحال شنخ حلوة دواتن كتانا خراب بقال شنخ دما نتوم ديكتاتوريان زي تأدنا جنزب كلوكسو يرايلو أزجن ذاك ثروند سرعات زشادنن لنقال ذاك سبعة دما زرب بحن بار واحد ستة دو قبل كم زي كده بقبل يرالو واحد ستة كختم نتتنكن هاي تساقم زخون ديكتاتوريان سرعاتن ملقاس وي مقلاقي زدلي هجرات حبرة أوروبا دما نتوم أنصار ديكتاتوريان وسرعات زك قالوا زي من قستاو توازاتي تقاومت بوليتيكان سيفيكان ودبات كدقوه نتوم ستة دما نايزت زلولو كوابيتات قامقاتن تماهيرهم وفيرهم زاطولو سراحن موياون أكاديميكان تمرتن زلولو عدلات مفتار مس أعقبتهم زغونو أحزاب تواهيدهم على integrated كوينهم زنوبرو لكونتات كما جاجولو ميو زغبا كبران تخططت مدبنا مباري نايلومي ناي تقرنيا مدبنا أبزي كن ودئنا كساب زمت قدام بحدش مدب راخب سناي كني عندنا ذهبوا بنفسير الأمين كا تزي منه درفتاتو وانقا تقري تبقعتو خا سلزي صبق سنبت قبرلنا أب زوز زل قدام الرخبلنا
المستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أنتم مع إذاعة صوت الحرية، إذاعة صوت الحرية التي تبث برامجها بكلا اللغتين العربية والتجرينية من الأراضي السويدية. إذاعة صوت الحرية على الإف إم 88 للمستمعين من داخل السويد، أو على موقع الإذاعة للبث المباشر راديو 88.9. المستمعين الكرام، أنا أمجد ياسين سأكون معكم في نشرة الأخبار باللغة العربية والأستاذ محمود. أولا مستمعينا الكرام، جدول برامجنا المعد لهذا اليوم هو كالآتي: لليوم الموافق 19 من أغسطس الجاري 2017، نبث مباشرة كل سبت من الساعة 1 حتى الساعة 2 ظهرا الساعة 2:15 ظهرا بالتجرينية والعربية. إذاعة صوت الحرية، إذاعة صوت الحرية من أجل توعية شعبنا والحفاظ على القيم الإريترية وزرع البسمة والحلول الاجتماعية والتحديات الثقافية التي يمر بها شعبنا في السويد والمهجر عامة. أما الآن مستمعينا الكرام، أترككم مع برامجنا المعد لهذه الساعة. أولا هو كالآتي: الأخبار لهذا الأسبوع، من ثم أغاني إريتريا هادفة، ثم يتلوه مقال أسبوعي. متابعة طيبة مستمعينا الكرام، والآن أترككم إلى أخبار بعد هذه الفاصل. رحيل حاكمة إقليم شمال البحر الأحمر صقريداء والدقرقيس. رحلت حاكمة الإقليم شمال البحر الأحمر في إريتريا صقريداء والدقرقيس يوم الاثنين الماضي إثر علة لم تمهلها طويلا. صقريداء والدقرقيس توفيت عندما كان عمرها 57، وهي من مناضلات الجبهة الشعبية التي التحقت بالميدان في وقت مبكر من عمرها، ونضلت في أكثر من موقع نضالي، كما تولت عدة مواقع حزبية وحكومية بعد استقلال إريتريا. وفي خبر آخر، وداع العميد موسى رابعة الذي قبر في مقابر الشهداء يوم الخميس الماضي. أوري جثمان العميد موسى محمد رابعة الشهير موسى رابعة صباح الخميس 17 من أغسطس الجاري في مقابر الشهداء بأسمرة بحضور رفاقه من قيادة ومناضل الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا سابقا. الفقيد الراحل من كبار مناضلي الثورة الإريترية من العسكريين
عرف بالإقدام والشجاعة وخاض عشرات المعارك البطولية في معارك التحرير، وكان العميد رابعة قد توفي يوم الاثنين الماضي بعد معاناة طويلة مع المرض. وحسب السيرة الذاتية المنشورة في موقع شابايت الحكومي، مواليد 47 بمنطقة رورا حباب، وانضم إلى جبهة الشعبية لتحرير إريتريا عام 66، وفيما بعد إلى قوات الجبهة التحرير الشعبية والجبهة الشعبية لتحرير إريتريا. وقالت الوزارة أن الراحل خدم بلاده بتفاني وإخلاص، وعمل مسؤولا لأقاليم وقائدا عاما للشرطة الإريترية، والفقيد متزوج وعنده 7 من الأبناء. رئيس الوزراء يطلع هايلي ديسالين على نتائج الحوار الوطني. التقى رئيس الوزراء الأثيوبي هايلي ماريام ديسالين نائب رئيس الجمهورية النائب الأول رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق أول ركن بكر حسن صالح والنائب حسبه محمد عبد الرحمن، كلها على حدة. وفيما طلع النائب الأول رئيس الوزراء الأثيوبي على نتائج مؤتمر الحوار الوطني والمخرجات التي توصل إليها وافضت إلى تكوين حكومة الوفاق الوطني، اتفق حسبه مع ديسالين على عقد اجتماعات اللجنة الاقتصادية العليا المشتركة بين البلدين في منتصف سبتمبر القادم بالخرطوم. وقال وزير الخارجية بروفيسور إبراهيم غندور في تصريحات أن لقاء الفريق أول ركن بكري حسن صالح وديسالين تطرق العلاقات الثنائية ودعم آفاق التعاون المشترك بين البلدين، مبينا أن اللقاء تناول أيضا مجريات السلام بالبلاد وتأكيدات حكومة السودان على أن قضية السلام قضية ذات أولوية، باعتبار أن الاستقرار في السودان يمثل استقرارا لمنطقة القرن الأفريقي، مشيرا إلى أن البلدين تجمعهما كثير من المشتركات الإثنية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية. وأوضح وزير الخارجية أن رئيس الوزراء الأثيوبي أشار خلال اللقاء إلى أن بلاده استفادت من تجربة السودان في الحوار الوطني. ارتفاع ضحايا فيضانات سيراليون وتحذير من أوبئة. ارتفع عدد ضحايا الانهيارات الأرضية والفيضانات في سيراليون إلى أكثر من 400 قتيل، بينما ما زال أكثر من 600 مفقودين. وتوالت النداءات لتقديم تبرعات إلى هذا البلد الواقع في قرب أفريقيا الذي تفوق الكارثة قدراته. وسقط معظم القتلى في منطقة ريكنيت بضواحي العاصمة فريتاوان، وتقع المنطقة أسفل جبل سجارلوف، حيث وقع انهيار أرضي دمر ما لا يقل عن 1000 منزل وتسبب في تشريد نحو 3000 شخص. وتحدثت الانهيارات الأرضية والفيضانات نتيجة هطول الأمطار الغزيرة ل3 أيام في فريتاون، وتعطلت خطوط الاتصالات والكهرباء في العديد من مناطق المدينة التي يقطنها نحو 1,000,000 نسمة. وقال الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيتي الصليب الأحمر والهلال الأحمر الحاج SC لصحفيين في جنيف يوم الجمعة: أحصينا حتى اليوم أكثر من 400 قتيل في الانهيار الذي حدث يوم الاثنين الماضي، وأكد أن سيراليون تواجه أزمة تفوق قدرتها، ودعا الأسرة الدولية إلى تقديم المساعدة. مقتل منفذ هجوم برشلونة واعتقال 4 مشتبهين. أعلنت الشرطة الإسبانية أن منفذ عملية الدعس التي وقعت في برشلونة يوم الخميس وأسفرت عن مقتل 14 شخصا قد قتلوا في عملية أمنية نفذتها قوات الأمن في وقت سابق بمدينة كامبرليس. وذكر صحيفة إل بايس وإل بيريوديكا الإسبانيتان يوم الجمعة أن سائق الشاحنة الصغيرة التي دعست حشودا في برشلونة كان أحد 5 قتلى أردتهم الشرطة بالرصاص بعد أن صدمت شاحنة مشاة في منتجع كامبرليس الساحلي في إقليم كاتالونيا. وأفادت وسائل إعلام إسبانيا في وقت سابق بأن المشتبه به في ارتكاب هجوم برشلونة يدعى موسى أوكابير ويبلغ من العمر 17 عاما. وقال المتحدث باسم شرطة كاتالونيا جوزيف لويس ترابيريو خلال مؤتمر صحفي اليوم إن منفذي هجوم برشلونة وكامبرليس يشكلون مجموعة واحدة وكانوا يخططون للهجوم على نطاق واسع. وأعلنت الشرطة اعتقال 4 مشتبه بهم. وقال المتحدث إن أي من الذين تم التعرف عليهم من المهاجمين لم يكن مدرجا على قوائم الشرطة في وقائع على صلة بالإرهاب، غير أن بعضهم كان معروفا في قضايا الجنح. ردود فعل سويدية على حادث برشلونة الإرهابي. أدان رئيس الحكومة السويدية ستيفان لوفين
اليوم حادث الدهس الإرهابي في مدينة برشلونة الإسباني. وقال في تصريح له نشره على موقع الحكومة على شبكة الإنترنت: مدينة أخرى في أوروبا يصيبها الحزن والقلق بسبب عمل إرهابي، معبرا عن تعاطفه مع عائلات الضحايا. من جهتها أكدت الخارجية السويدية أن ليس لديها أي معلومة عن وجود سويديين بين ضحايا الهجوم. كما أدانت رئيسة حزب المحافظين آنا شينيباري باترا الحادث، وعبرت عن تعازيها للأسر وأقارب الضحايا. من جانبه وصف رئيس حزب سفاريا ديمقراطنا اليمني المتطرف جيمي أكسون الحادث بأنه عمل شرير، ودعا إلى تكثيف المعركة ضد الإرهاب ووضع حد لهذا الشر. فيما نقلت الإذاعة السويدية عن شاهد عيان سويدي كان بالقرب من موقع الحادث قوله إن شاحنة دخلت على الطريق المخصص للمشاة في شارع لاس رامبلاس، وزادت هناك من سرعتها لتدهس في طريقها 5 إلى 10 أشخاص قبل أن يزيد السائق أكثر من سرعة شاحنته. وأشار الشاهد ويدعى هامبوس هايندر 19 عاما إلى أن الفوضى كانت عارمة، معتبرا أنه نجا من الحادث كون إشارة المرور الحمراء حينها حالت دون عبوره إلى الشارع الذي وقع فيه الحادث. هذا وقالت شرطة إقليم كاتالونيا الإسباني إن شخصا رابعا اعتقل يوم الجمعة فيما يتصل بهجمات في شمال شرق إسبانيا أسفرت عن مقتل 14 شخصا وإصابة 130 شخص. المعارضة السويدية تهدد بإسقاط المزيد من الوزراء. هدد تحالف أحزاب المعارضة السويدية بحجب الثقة على 3 وزراء آخرين في حال عدم قيام الحكومة بالتراجع عن زيادة الضرائب المخطط لها. وقال رئيس حزب الليبراليين أحد أحزاب المعارضة الأربعة يان بيوركولونت: لن نعود عن ذلك، وعلى الحكومة أن تأخذ الأمر على محمل الجد. وتريد المعارضة أن تتراجع الحكومة عن مقترح زيادة الضرائب على شركات الطيران، هو المقترح الذي ليس له علاقة بفضيحة مؤسسة المواصلات التي تسببت باستقالة وزيرين من منصبهما. وقال بيوركولوند للصحيفة: هاتان عمليتان مختلفتان تماما. وكانت المعارضة قد أعلنت في شهر يونيو الماضي أنها مستعدة لإصدار بيان بحجب الثقة ضد الوزراء، إلا أن حزب الوسط لم يشأ المخاطرة بأزمة حكومية، وبالتالي لن تكون هناك مخاطرة من استبدال وزيرة المالية ماغدالينا أندرشون، فيما يرى رئيس حزب الليبراليين يان بيوركولوند إنه بدلا عن ذلك يمكن ربط كل من نائب وزير المالية بير بولوند ووزير الصناعة ميكائيل دامبيرغ ووزير البنية التحتية الذي جرى تسميته حديثا توماس إنيروس بمقترح ضريبة الطيران، وبالتالي تعريضهم لخطر حجب الثقة عنهم. ووصفت وزيرة المالية ماغدالينا أندرشون تصرفات التحالف المعارض بأنها متشددة للغاية. السلطات السويدية تفشل في ترحيل العديد من طالبي اللجوء. ذكرت تقارير صحفية سويدية أن العديد من عمليات الترحيل القسرية التي تقوم بتنفيذها مؤسسة إصلاح المجرمين بطائرات خاصة تلقى الفشل رغم ما تكلفه من مبالغ طائلة. ووفقا لما ذكرته صحيفة الأبصالانية فأن 3 عمليات ترحيل إلى العاصمة الأردنية عمان فشلت في مدة أقل من شهر. وذكرت الصحيفة أن مؤسسة إصلاح المجرمين قامت باستئجار طائرات خاصة بكلفة تزيد عن 45 مليون كورونا لترحيل 908 أشخاص خلال الفترة من الأول من شهر كانون الثاني يناير 2016 وحتى منتصف شهر تموز يوليو من هذا العام، إلا أن 124 حالة من تلك الحالات لم يكن من الممكن تنفيذها بحسب المراجعة التي قامت بها الصحيفة. هذا ما كان لدينا مستمعين الكرام، فأبقوا معنا. أكل تهلكي تضحكي
سلامي تمسحك سلامي سلام مثل سفلال كتبها بأنبعي كتبها بأنبعي سلام مثل سفلال كتبها بأنبعي كتبها بأنبعي مثل فلوان الإكرام قلت شفقي مثل فلوان الإكرام قلت شفقي والوان مسوي لبرودة كان أبكي قوي كان أبكي قوي ورمانا ولا تكرت على السفالة بكينا وذاك فوقنا مرحبينا كانت سعد السفالة الكينا وذاك فهنا مدينة ورمانا ولا ساحل سعد السفالة الكينا وذاك فهنا مدينة والواد حسب كاب في نبيه أبطحة في نبيه أبطحة انت والواد حسب كاب في نبيه أبطحة في نبيه أبطحة إذا فاتيك بقدام مدري تتبحة مدري تتبحة إذا فاتيك بقدام مدري تتبحة مدري تتبحة هرب دول أمسور سيفي تحزو السوحة خير الرفض والأبسور سيفي تحزو السوحة في بسوطة سعما ودي بدها وملتحة ودي بدها وملتحة ورمانا ولا ذكرت بعد السفالة الكينا وذاك فهلا نبينا ورمانا ولا ذكرت بعد السفالة فينا وذاك فوقنا ونبينا من أمر الرمانات سكب متنا حكا سكب متنا حكا من أمر الرمانات سكب متنا حكا سكب متنا حكا يتدنقص كبودا هرسا ملاقا هرسا ملاقا يتدنقص كبودا هرسا ملاقا هرسا ملاقا وبلي الأمين أبسط لا تحتكا وبلي حسبك أبسط لا تحتكا المستمعين الكرام، الآن لدينا تقرير من لجنة الشباب الإريتريين المسجونين في اليمن، ونقرأ إلى حضراتكم تقرير اللجنة أو رئيسة اللجنة التي بعثته لنا. تقول: بسم الله الرحمن الرحيم. تقرير عن الشباب الإريتريين في السجن المركزي في محافظة الحديدة باليمن. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله بفضل الله تمت زيارتنا لسجناء الإريتريين المعتقلين في السجن المركزي في محافظة الحديدة منذ عام و8 أشهر، وعدد السجناء 104 سجين. نحن كلجنة اللاجئين الإريتريين بالتنسيق مع الحكومة اليمنية والمسؤولين عن السجون في السجن المركزي في محافظة الحديدة يوم السبت بتاريخ 29 يوليو 2017 قمنا بزيارة السجناء والتحدث معهم وتقييم وضعهم من جميع النواحي. أهم المشاكل والمقترحات المطروحة من قبل السجناء: 1. المشكلة الصحية، انتشار أمراض جلدية بسبب ارتفاع درجة الحرارة والبنية الملوثة. يوجد حالتين من الشباب مصابين بمرض السكر ويواجهون صعوبة في الحصول على الدواء. انتشار وباء الكوليرا وصعوبة
وصول إلى المرافق الصحية والمستشفيات. 2. مشاكل الحصول على الغذاء، صعوبة الحصول غذاء صحي وكافي لهم بسبب الوضع السيء في السجن وبسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية الحالية في اليمن. أما المقترحات المطروحة من قبل الشباب السجناء: 1. الإفراج عنهم وخروجهم من السجن للحصول على حياة طبيعية وحرة. التواصل مع المنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية للبحث عن حل لهم. 3. الحصول على حق اللجوء في اليمن أو إعادة توطينهم إلى بلد ثالث. نحن كلجنة اللاجئين الإريتريين نعمل في هذا المجال منذ 5 سنوات، ولنا عدة تجارب في مشاكل المهاجرين الإريتريين إلى اليمن وما هو هدفهم الرئيسي إلى الوصول إلى اليمن، وقمنا بإخراج عدد كبير من السجناء بمساعدة الحكومة ومكتب الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليمن. لكن الوضع مختلف عن السنوات الماضية. منذ بداية الأزمة والحرب في اليمن، منظمة الأمم المتحدة تواجه صعوبة في تسجيل اللاجئين الجدد في اليمن. هذا هو السبب الرئيسي لصعوبة الإفراج عنهم كلاجئين بعد البحث والعمل وتقييم الوضع مع الحكومة اليمنية منذ بداية دخول الشباب إلى السجن المركزي، وبعد زيارتي الأخيرة والاجتماع مع الحكومة اليمنية ولجنة السجون، وتم وضع عدة حلول ومقترحات منها وهناك حلول وضعت من الحكومة اليمنية. 1. في البداية طلبنا من المفوضية والحكومة إعادة توطين السجناء إلى بلد ثالث حتى وإن كانت دول الجوار مثل إثيوبيا أو جيبوتي. 2. الإفراج عنهم والاعتراف بهم كلاجئين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في اليمن. 3. اقتراح الحكومة بالتنسيق مع مصلحة السجون ومصلحة الهجرة والجوازات والجنسية ومنظمة الهجرة الدولية بالإسراع إلى نقلهم إلى العاصمة صنعاء إلى حين انتهاء إجراءات الإفراج عنهم، وذلك سبب الحر الشديد في محافظة الحديدة وانتشار الأمراض في السواحل. 4. لجنة السجون من الحكومة اليمنية وضعت اقتراح أن يتم دفع غرامات الدخول لغير الشرعي إلى اليمن بعد نقلهم إلى العاصمة صنعاء كخطوة أولى، وتليها الإفراج عنهم بالتنسيق مع لجنة اللاجئين. نتمنى من الله العلي القدير أن يوفقنا فيما يحبه ويرضى. رئيسة لجنة السجناء الإريتريين في اليمن. أما الآن مستمعينا الكرام أنتقل بكم إلى فقرة المقالات، ومقالنا لهذا الأسبوع هو كلمة رئيس حزب الشعب الديمقراطي الإريتري في مهرجان إريتريا للعام 2017. السادة والسيدات الأكارم،
في البدء أرحب بكم وأقدر حضوركم الكريم تلبيتكم دعوتنا لمشاركتنا فعاليات مهرجان إريتريا للعام 2017 بفرانكفورت ألمانيا. والشكر والتقدير موصولان للجنة التحضيرية للمهرجان وساعدها الأيمن الرابطة الديمقراطية الإريترية لإعدادهما المهرجان بهذه الصورة الجميلة. يأتي مهرجان هذا العام وإريتريا تعاني من شح المياه، الكهرباء، العدل، الأمن وحقوق الإنسان، تدفق هجرة الشباب، اشتداد قبضة ديكتاتورية السياسة فرقي على جميع مجالات الحياة، استباحة الأراضي الإريترية ومياهها وأجوائها من قبل القوى الأجنبية، إلى جانب تسبب سياسات فرقي الخرقاء في وقوع أراضي إريتريا واسعة تحت الحكم الإثيوبي المباشر، فضلا عن قيوم الحرب التي تظلل سماء العلاقة بين إريتريا وإثيوبيا من جهة وإريتريا وجيبوتي من جهة. أما على صعيد المعارضة فيأتي المهرجان وهي تعيش أضعف حالاتها من تمزق وتناحر وتقوقع على الذات. لا شك إن هذا الوضع الإريتري السيء داخلا وخارجا يتجه بإريتريا نحو الانحدار المتسارع إلى مصير الدولة الفاشلة، الأمر الذي يفرض على كل حادب على مصلحة شعبه ووطنه المبادرة بالإسهام في انتشال بلاده من هذا النفق المظلم. وإلا فإن التاريخ لن يرحم أحد ممن يتقاصعون عن هذه المهمة الوطنية. للخروج من هذه الأحوال المتردية قام المجلس الوطني لحزب الشعب الديمقراطي الإريتري بدراسة وتقييم التجارب السابقة للعمل المشترك بين قوى المعارضة وما كان ينشأ بينها من أطر مضلية شاملة أو جزئية. وبذلك توصل التقييم إلى أن أهم عيوب ومعيقات العمل المشترك ظلت تتمثل في الآتي: 1. فشلنا في ترتيب الأولويات. 2. قضاء الوقت فيما لا يجدي فتيلا كالمكايدة والتنافس دون أسباب وجيهة. وانطلاقا من هذا التشخيص العلمي الدقيق لعيوب وأمراض المعارضة نقترح العناصر الأربعة أدناها للانطلاق من منصة جديدة للعمل المشترك، ألا وهي: 1. الحفاظ على السيادة الوطنية الإريترية. 2. إسقاط النظام الهجدف الديكتاتوري واجتثاث مؤسساته القمعية. 3. إبدال النظام الديكتاتوري بنظام شعبي ديمقراطي متعدد الأحزاب. 4. الإقرار بحكم القانون وجميع الحريات والحقوق الديمقراطية للمواطنين. حزبنا يتقدم بهذا الطرح جميع قوى المعارضة بلا استثناء أحد لتتخذ منها حجر الأساس نحو بناء مظلة وطنية جامعة، كما يرى الحزب أن تنشئ المظلة 3 لجان للعمل الدبلوماسي والإعلامي والجماهيري التعبوي، على أن يكون شرطا الانتماء لتلك اللجان قائما على الإيمان بالتغيير والخبرة العملية والسياسية، وليس بالضرورة الانتماء إلى إحدى قوى المظلة أو تمثيلها. السادة والسيدات، هذا الطرح بالطبع ليس الوحيد والنهائي، إنه قابل للتعديل حذفا وإضافة، قابل للأخذ والعطي والرد، لكن بشرط واحد، هو أن ما نتفق عليه جميعا من حذف أو إضافة لا بد له من أن يكون مهمة اليوم وليس الغد. ما طرحناه مشروعا للعمل المشترك لتنظيمات المعارضة الإريترية لا يمنع الوحدة أو التقارب الأكثر مكونات المظلة المتطابقة والمتقاربة برامجيا، على أن لا يؤدي ذلك إلى اتخاذ هذه الأطر الأضيق بديلا للإطار المظلي الجامع. ومن هنا أعلن لكم أن حزبنا على استعداد للانضمام إلى أي مشروع مظلي أفضل من مشروع الحالي يتسم بالديناميكية والقابلية للتطبيق العملي. بهذه المناسبة يناشد حزبنا كافة القوى العسكرية
الأجنبية الخروج من إريتريا، وإيمان منه بعدم جدوى الحل العسكري للنزاع الحدودي بين إريتريا وإثيوبيا. من جهة إريتريا وجيبوتي، من جهة يناشد أطراف النزاع التقييد بالمعاهدات الدولية المعنية والبحث عن حلول سلمية. كما يناشد حزبنا الحكومة الإسرائيلية وقف انتهاك لحقوق المهاجرين الإريتريين وأن تعاملهم وفق اتفاقيات اللجوء الدولية. كذلك يدعو الحزب دول الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في دعمها للنظام الدكتاتوري وقفل حدودها أمام اللاجئين الإريتريين تحت حجة وقف تدفق الهجرة إلى تلك البلدان. نناشد الجيش الإريتري أن يقف بجانب شعبه وحقوقه، وأن يواجه بحزم الطبيعة والخرقاء لنظام أسمر الدكتاتوري الآن. يشيد الحزب بالجهود النضالية الدؤوبة لمنظمات المجتمع المدني وتجمعات المثقفين في كشف وتعرية نظام فورقي والعمل على تمتين وحدة قوات المعارضة الوطنية. ختاما، لا يسعنا إلا أن نتمنى لمهرجاننا النجاح وأن يكون منبرا وموسوما للوحدة والتجانس والتفاهم بيننا في جميع المجالات، لنتحد ليكون زندنا الأقوى وصوتنا الأعلى. من قساب اسمروم، رئيس الحزب، أغسطس 2017. Fuck
رح ننسى ليلة دمت والول بينك اندر دودوب الليل يكتم على غزني رح ننسى ليلة ما حيوك زوزاتي أكون ويبدي الو السلام عليكم، سامعني؟ ما مشكلة. المهم كان معنا اتصال من الأستاذ موسى المنسق في منظمة الصداقة الإريترية السويدية من أجل المهرجان أو الاحتفال الذي سيقام في مدينة توبوري، فكنا نريد منه أن يوضح لنا كيف سيسير الأمور، ولكن أعتقد ما وصلنا له. فهي إلا دقائق قليلة مستمعينا الكرام سيخلص مدة هذا البرنامج. استمع إلى هذه الأغنية فنعاود الاتصال به. ولا بريت على السفال الكينا ودايك فوها نفعنا بينا نور معنا ولا ساحت على السفال الكينا ودايك فوها نفعنا بينا. المستمعين الكرام، في الختام إن كان لديكم رأي أو مشاركة يمكنكم طرحها عبر التواصل معنا في تحت الهواء عبر تليفوناتنا 0720 22 33 75. في أوقات البث يمكنكم المشاركة في البرنامج عبر 031 26 10 90 من داخل السويد. أما من خارج السويد فمفتاح السويد هو 046. كما يمكنكم أيضا المستمعين الكرام الاستماع للبرامجنا السابقة عبر حرنت.org أو عبر قناة الإذاعة في اليوتيوب دمس حرنت. ولا تنسوا الاشتراك لكي يأتيك المزيد في نهاية كل أسبوع. أما الآن مستمعين الكرام قد وصلنا إلى ختام برامجنا بالعربي والتجرينية الذي أعد لهذا اليوم. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.